السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل غدا كده حلو وبسيط في اليوم العادة. انا معايا كده فرخة اللي انا كنت منضفاها معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات. انا هاخد بس الوراك بتاعتها والصدر هعملها بانيه. معايا حلة فيها بصل ومعايا كده بطاطس مسكتها قشرتها وغسلتها كويس وحطيتها في بولة وعليها شوية مية عشان اللون بتاعها ما يغمقش معانا. ومعايا كده 3 بصلات صغيرين عشان الاولاد بيحبوا الخلطة بتاعة الفراخ دي. ومعايا جزر ومعايا فلفل ومعايا حباية طماطم. وانا جبت كده الرز بتاعي غسلته كويس ونقعته شوية، وهجيب الملح بتاعي واحطه عليه وهاخده واروح اولع عليه على النار. انا حطيت كده الملح يا حبايب قلبي، وبعدين هاخدهم واروح احطهم كده على النار علشان ايه يغلي معانا. وجبت الحله اللي فيها البصل حطيت عليها شويه زيت، وهقلب البصله ديت كويس وهسيبها ما تتبل بقى معانا. حبايب قلبي اللي مشرفيني من خارج مصر ومن جوا مصر، ربنا يبارك فيكم ويعزكم يا رب. انا هقلب البصله بتاعتي كده كويس واسيبها ما تتبل معايا شويه، وبعدين ايه ههدي عليها كمان النار تاخد 5 كده واحط عليها الطماطم. وانا حلة الرز حطيتها يا حبايب قلبي على النار وسايباها بقى تغلي مع نفسها. وبعدين هجيب بقى الطماطم علشان ايه احطها على البصله. بس هقلب البصله قيمه 5 دقايق كمان عما تتبل معانا. انا هقلب البصله كده يا حبايبي وهجيب الطماطم واحطها عليها بقى. تمام، نحط كل الطماطم بتاعنا كله اللي في قلب الطبق كده وننزلهم كويس في قلب الحله. نجيب بقى البهارات بتاعتنا عشان نحطها على قلب الطماطم. انا معايا 7 بهارات وبابريكا وفلفل اسمر ومرق الدجاج، وهقلبهم كويس في قلب الصلصه بتاعتنا، وهجيب شويه ملح كمان احطهم عليها. تمام كده هنقلب بالمعلقه كده كويس علشان البهارات بتاعتنا تروح في قلب الطماطم بتاعتنا كلها. وانا جبت حله تانية اهي جنبي يا حبايبي علشان احط بقى فيها شويه زيت واحط ايه الخلطه بتاعه الفراخ. بس انا هشيل الاول الحله دي على عين التانية علشان يبقى كله حاجه قدامكم وانا بعملها. انا جبت الحله وحطيتها وهجيب شويه زيت واحطها في الحله من تحت. وهجيب بقى ايه الخلطه بتاعه الفراخ. بس اهم حاجه الاول احط تومه. انا التوم ده اللي انا كنت مفرزاه معاكم يا حبايب قلبي، انا طلعته 5 دقايق اما فك وخدته منه كده ربع معلقه توم، وفي قلب الزيت كده في ثانيه بتفك معانا. شفتوا انا بعملها ازاي؟ هجيب بقى هقلبها الاول تقليبه كده، وهجيب الطماطم والفلفل والبصل والجزر وكده يا حبايبي واقلبها فيها قيمه دقيقه، ونجيب الفراخ بقى نحطها عليها. انا الجزر بتاعه اهو جبته وبحط كمان البصله والفلفل والطماطمايه هقلبها كده قيمه ايه دقيقه كده، وهجيب الفراخ بقى واحطها. تمام كده انا قطعت الفرخه بتاعتي، انا جبت الوراك بس هاخدها والحوايج بتاعتنا. امال بقى الصدر هعملها بانيه تاني يا حبايبي. تمام كده نحطها كده في قلب الحله كده كويس ونرصها ونحط بقى الحوايج بتاعتنا كده في جنب. تمام يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا هجيب بقى البهارات بتاعتنا احطها. معايا مرق الدجاج ومعايا فلفل اسمر شويه صغيرين علشان الفلفل الاسمر ما يغمقش معانا الشوربه. ومعايا ورق اللورو وحبهان وقرفه خشب يا حبايبي. هقلب كده كويس وبعدين هسيبها بقى ما تتشوح بقى شويه مع نفسها. انا غطيت عليها وهسيبها شويه. انا كان عمار ابني جنبي طفى
البوتاجاز بتاعي على الرز. انا جبته على العين الوسطانية وسبته بقى ايه مع نفسه ايه. انا الفراخ عندي اتشوحت اهي، هحط عليها المية. هجيب كمان طبق كده مية احطه عليها عشان الاولاد بيحبوا عنده الشوربة. تمام كده، عشان اسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها شوية، بس اما تاخد غلوة كده انا احط عليها الملح بتاعها. والصلصة نحطها على العين اللي هناك دي، واحط بقى فيها البطاطس بتاعتنا واقلبها بقى كويس. انا كنت مفكره الكاميرا هتبقى قريبه لكم على جايبه البوتاجاز كله. بس انا ايه، سبت الحله مكانها، يعني قلت مش هنقل ولا اي حاجه، بس الكاميرا جايبه لكم يعني البطاطس وانا بحطها في قلب الصلصه بتاعتها بعد ما تسبك. حطيتها كده واحط عليها قيمه ايه اعتبروا فص توم كده احطه فيها علشان تديها طعم كده حلو ونكهه. وهغطي عليها، والرز بتاعنا غلى اهو يا حبايبي، هنسيبه كده ايه قيمة 5 دقايق وايه. وهجيب الزيت بتاعنا علشان نقدح عليه. انا هجيب كده طاسة واحط فيها بقى شوية زيت، هخليهم يسخنوا معانا كويس جامد، وهاخد منهم شوية احطهم على الرز، والباقي هسيبه عشان نحمر فيه الفراخ. انا الزيت بتاعي اتقدح كويس، وهاخد منه شوية واقلب بقى الرز كويس من فوق لتحت وكده عشان الزيت كله يبقى في قلب الرز. تمام، شوف انا بقلبه ازاي، هجيب كله من تحت كمان علشان الزيت يبقى كله في الرز مش يكون في حتة واحدة. يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في قناة المتواضعة ممكن بعد اذنكم ممكن تشتركوا لي فيها فضلا ليس امرا. انا بقلب الرز كويس كده، هلم كل الرز اللي في الجناب بتاعه الحله، وانا مهديه كمان على الرز 5 كده وايه، وهطفي عليه هو كده كويس معايا. بس انا هسيبه بقى شويه. الفراخ بتغلي معايا، انا هدي عليها واسيبها شويه. والبطاطس معايا كده استوت، انا طفيت عليها. والرز كمان انا 5 كده وهطفي عليه، وهسيب بقى الفراخ شويه ما تستوي. هشيلها وبعدين احمر اهي. بحمرها اهي يا حبايب قلبي. كده غدانا يا حبايب قلبي حلو وبسيط النهارده، مع الف سلامه.